تعالى أقولك بقى هتسلقي الكرنب ازاي بطريقة سهلة. لو 10 كرنبات تعمليهم على طول وانتي واقفة. وكمان هنعمل خلطة المحشي وازاي نسوي الكرنب. أول حاجة بجيب الكرنبة بتاعتي بتكون صبحة، وبعد كده بروح مفرغة كده من عند الراس بالسكينة واطلعها. تمام. بنشيل بقى الورق الأخضر اللي من بره ده، وبعد كده بكون حاطة مية على النار بتغلي، وهنزل بمعلقة من الكمون فقط، لا بحط ملح ولا سكر. واروح نازلة بقى بالكرنباية بتاعتي كده وهي سليمة، مش بورقها علشان ما تتهريش منك. احسن حاجة لسلق الكرنب وما يتهريش ولا نهدر منه ان احنا نسلقها سليمة. ومعايا بقى حاجة فيها مية باردة، مية من الحنفية يعني، واسحب ورقة ورقة، بسيبها 5 دقايق من تحت واروح قلبها على الوش التاني، و5 دقايق من فوق و5 دقايق من تحت، وبعد كده بسحب ورقة ورقة واحطها في المية الباردة. مية فترة من الحنفية مش باردة. تمام بالشكل ده. واسحب ورقة ورقة، وكده الورق بقى بتاعي بيكون سليم وما بيتهريش. بس كده. بصفيه بقى على في مصفى، وباخد بقى الورق بتاعي كده بالشكل ده برصه. رصي بقى ورقتين 3 4، واقطع من عند العرق بتاع الكرنبة كده من فوق. تمام. واروح لفاه رول. دي طريقة. وبعمل بقى المقاس على قد طول الصباع اللي بتحبيه، بيبقى كده بالشكل ده. وبطلعه برصه برضو في مصفى. بتقطعيه بقى كده، تمسكي الرول وتقطعيه بقى كده على حجم الصباع، وما تعمليش الورقة صغيرة علشان وقت ما تلفيها تبقى الصباع ماسك نفسه وما يفكش منك وقت التسوية. ممكن تعمليها كده. هنا هحط ورقتين 3 برضو، واقطع كده العروق من فوق. ممكن بقى تقطعيها كده ما تلفيهاش رول، يعني ممكن تلفيها رول وممكن تلفيها كده بالشكل ده. تمام. اهو بنسحبها بقى كده. شايفين؟ بلاش بقى تعمليها اللي هي الحركة اللي هي بتفرديها واسمها مربعات، علشان دي بتهدر منك في الكرنب، في الورق يعني. قطعتهم بقى كده بالشكل ده. ممكن تفرزيها بقى كده بالشكل ده، وتطلعي بقى يفك في التلاجة من بالليل. ما تحطهاش في مية سخنة ولا مية باردة، علشان الورق ما يجلدش معاكي ويشد منك وقت التسوية. تعالي بقى هنا هنعمل خلطة المحشي، التسبيكة أو التخديعة زي ما بتسميها بقى. حطيت شوية من الزيت وشوية وقطعة من الزبدة، وهنزل بقى بالبصل. بصل ضرباه في الكبة ضرب خشن، ومعلقة كبيرة من البابريكا، وهقلبها بقى كده بالشكل ده. واكون ضربة الطماطم في الخلاط وضربة معاها قرن فلفل. حابة تحطي قرن سبايسي او قرن بارد زي ما تحبي، ممكن احمر واخضر. هنا بقى حطيت ملح وحطيت معلقة من السكر صغيرة علشان تعادل حموضة الطماطم. عندي برد بقى ولسه بادئة الشغل وبعد العيد، والحمد لله يعني جالي دور برد وكحة مش عايزة تروح مني. التسبيكة اتسبكت معايا كده. التوابل بتاعتي ملح، حطيت فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، وبهارات محشي او السبع بهارات. وهقلب بقى كده، وهاخد معلقتين كده اللي هحطهم على الشوربة وقت التسوية. هكون بقى غاسلة الرز ومصفياه وهحطه على الصلصة. وبعد كده عندي بصلاية بقى بكون نقصاها كده من البصل قبل ما احطه يعني اسبكها. والخضرة بتاعتي غسلاها ومقطعاها شبت وبقدونس وكزبرة ناشفة، كزبرة خضراء،
شبت وبقدونس وكزبرة، وهقلبهم بقى كده بالشكل ده. تعالوا بقى نلفها. حطيت شوية شطة لأن الأوردر كان طالع بشطة. تمام. بجيب الورقة بقى بتاعتي كده واحط شوية رز، ما اخليش الرز يوصل للأطراف، يبقى في النص علشان وقت التسوية ما يطلعش بره الصباع بالشكل ده. تمام. هنا بقى كنت بعمل الأوردر بتاع العروسة، صينية العروسة يعني. هنا بقى معايا ورق عنب، كنت عاملة لها ورق عنب ومشكل وكرنب. بلف الصباع كده بحطه على الورقة الخشنة. تمام. بقول لكم هنا شايفين الصباع. هاخد ورقة بلف على الورقة الخشنة واحطها والم من الجناب وابرمها بقى كده بالشكل ده. طبعا ده للناس اللي بتحب تلف على ايديها. انا بقى عن نفسي كلمياء يعني بحب الف على صينية، بحس ان هو الصباع بيبقى مبروم احسن وبيكون اسرع، ده بالنسبة لنا. واروح بقى برمها كده. خلصت بقى كده. معايا بقى الحلة بتاعتي، هحط بقى فيها بصل، عايزة تحطي فيها بصل وطماطم. تمام. عايزة تحطي كده ورق من ورق الكرنب في أرضية الحلة زي ما تحبي بقى. طبعا الطماطم غالية بقى، فأنا ما حطيتش بصراحة يعني في أرضية الحلة. هرص بقى كده عكس عكاس يعني، طبقة كده من تحت والعكس فوقها كده، يعني العكس بالطول وبالعرض. واحط شوية من خضرة المحشي. ومعايا بقى معلقتين الصلصة. حطيت الشوربة، طبعا هسوي بشوربة البط. هنا بقى في حاجة، شوربة البط وقت التسوية ما تاخديش وش الشوربة، يعني الدسامة بتاع البط ما تاخدهاش، علشان بتخلي المحشي وقت التسوية ومحشي الكرنب بالذات يستوي من الجناب وما يستويش من النص. بعمل كده بالمعلقة من النص عشان النص يستوي معايا. تمام. بعد كده بقى بعد ما نسوي نبقى بقى نحط الوش على وش المحشي، يعني ناخد الوش السمنة كده اللي في الحلة ونحطها على وش المحشي. ده بقى بعد ما المحشي بيكون قرب يستوي. هحط بقى ورق الكرنب كده على الوش. تمام. وهخلي المية تغلي، طبعا حطها على العين الصغيرة لأن دي الحلة الصغيرة تبقى على العين الصغيرة، ولو حلة كبيرة هنحطها على العين الكبيرة. بهدي بقى النار خالص واسيبه يستوي براحته تماما. شايفين بقى كده خلاص المحشي بتاعنا استوى وطعمه كان خطير. طبعا الحلة دي كانت بتاعتنا، أول أوردر بقى كده خلاص طلع. وأنا بقى عملت الحلة دي لينا. تمام. طعمه بقى خطير. شايفين مستوي وجميل والرزاية طالعة مفلفلة. أتمنى تجربوه ويعجبكم. كنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم.